السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا مزيانين بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم كيكه السميده وجوز الهند اولا بسبوسه، سميوها كيف ما حبيتوا، ولكن كتجي لذيذه 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 ومسقيه بعصير البرتقال اولا باللتين. خليكم معايا في المقادير وطريقه التحضير. هنايا في البول انا غنستعمل غير يدي، عندنا كاس ونص السميده، غنزيد عليهم الزبده 115 غرام الزبده تكون درجه حراره المطبخ، غنزيد عليهم نص كاس دو السكر مع نص كاس دو كوكو. هنا ملي كنخدموها مزيان بيدنا كنعملوا واحد الخميره د الحلوى، كندخلوا مزيان ديك الزبده مع ديك السميده ومع الكوكو او جوز الهند، بحال اللي كنفتلو، كنقولوا حنا كنفتلو بحال هيداك. صافي غنعملوا واحد ياغورت طبيعي واحد، وغادي نجمعوا الخليط. صافي ما كنعملوا فيها لا زيت ولا والو، كنجمعوا بديك دانون. من بعد نقدروا الا بغينا نزيدوا فيها طريفه اللوز ايفيلي اولا طريفه اللوز مهرمش، ماشي يعني يكون خضر ماشي مقلي، اولا نخليوها كما هي، كتجي لذيذه الصراحه. وما كنسموها حتى بشي حاجه، ما كنعملوا لا فاني لا حتى شي حاجه، حيت باقيين غنعملوا لا السيرو د البرتقال لا د اللتين. هنا شبرت الطاوه ديالي من بعد ما عجنتها مزيان. صافي كنعاوطها في الصينيه اللي غتدخل الفران اللي كيكون مسخن على قبل درجه حراره 180. هي بحال البسبوسه، عندها 25 دقيقه كطيب على خاطر على درجه حراره 180 غير من تحت. كنشوفوها طابت من تحت، عا كنشعلوا لها من فوق 1 دقيقه ونص كتحمر، وكنخرجوها كما كتشوفوا. هنا كنعاوطها مزيان مزيان مزيان. وانا هنايا غنرش عليها شي حاجه د اللوز ايفيلي، تقدروا ترشوا عليها اللوز، تقدروا تخليوها كيف ما هي، ماشي ضروري الصراحه، كيبقى الاختيار ليكم. صافي وغادي ندخلها للفران. مده الطهي ديالها كما قلت لكم 25 دقيقه على حسب كل واحد والفران ديالو، 180 غير في الوسطاني والعافيه شاعله غير من تحت. كنخليوها طيب على خطره. صافي كما كتشوفوا، وملي كتخرج كنسقيوها وهي سخونه. ودابا ان شاء الله غندوزو باش نحضروا السيرو كيكون على البارد ما كيحتاجش انه يطيب في العافيه. للشربات اولا السيرو عندي كاس العصير د البرتقال اولا عصير اللتين، عندي 4 كاس د الماء ومعلقه كبيره د السكر او الحلاوه على حسب اللي بغيتو نتوما. انا عملت غير معلقه كبيره كافيه. صافي وغنحركو نحركو نحركو، وغنزيد نزيدو عليهم واحد القشره د اللتينه محكوكه. صافي غنحركو مزيان ديك السكر باش يذوب. كيذوب لنا ديك السكر حاده كتخرج وهي سخونه، كنشربوها. نتوما غتشوفوا ديك الربوط السخانه طالع. صافي وغنبداو نطلعو نعدلو السيرو وهي غبدا تشرب كنخويو ونخليوها حتى كتشرب، وعاود كنزيدو السيرو وكنقدموها بارده ولا دافيه. كتجي لذيذه الصراحه الله، هشيشه ما تشبعوش منها. نتمنى يعجبكم الفيديو. شكرا على الدعم ديالكم والمشاهده ديالكم، نتلاقاكم فيديو جديد. مع السلامه.